افتح التلفزيون يقول لك اصل احنا عايزين مدير فني اجنبي للنادي الاهلي. طيب وانا وعلي وحسام هنعمل ايه؟ حسام هناك في ليبيا الدنيا شغاله معاه كويسه، في قرش حلو بصراحه. وعلي ماهر في سيراميكا بترزق، اليوميه كويسه، وكمان لو في سهره بالليل العمليه بتشد معاه. طب انا السي في بتاعي انا مش وحش والله، يعني انت حد جربني؟ على فكره جايبها من تحت، من اليابانيه بيس 2006 2013 2018 لحد فيفا 26. مفيش نسخه بعون الله لعبتها وحريف فيها. وبعدين الفكره اللي عندي اعلى من ريبيرو اكيد، واعلى من يستروب. جربني مكان يستروب شويه. طالما انت كده كده بتجرب، وطالما انت اداره طالبه معاك تجارب، ولسه لحد دلوقتي بنسمع يقول لك اصل مش وقت المدير الفني المصري، اصل ده وقت الاجنبي. احنا جربنا 625 اجنبي لحد دلوقتي، منهم 623 حسبي الله ونعم الوكيل، يعني ما نجحش الا 3 4 اجانب معانا. احنا حافظين بس الاهلي لازم يبقى ليه مدير فني اجنبي، هو اللي هيعدل الكفه المايله. امبارح ما شاء الله شفنا حسام حسن واقف على الخط مكربج اللعيبه، رهوانات في الملعب، كلوا السعوديه وكلوا الاخضر واليابس وحلوا بالدنيا كلها. يعني هي مش عقده خواجه لازم مدير فني اجنبي، واصل ياسين منصور حالف بالطلاق انه لازم يجيب مدير فني اجنبي، مش لازم والله. جربوا لمصر الفتره دي والله هيظبط. يا عم جربوا حسام البدري، كلموه من ليبيا يا عم، وانا ليا كلام معاه، انا هرن عليه يجي ان شاء الله. والراتب الراجل ما بيتكلمش يعني، وابن النادي وانا كمان ابن النادي، انا بشجع الاهلي من يجي 25 سنه يعني، كلنا النادي الاهلي. واللي هيجي فينا في المنصب ده مش فارقه والله، سواء انا ولا علي ولا حسام ولا حتى كابتن علاء عبد العال، اكبر مننا بسنه وكل حاجه بس حبيبنا يعني، كلها ناس محترمه يعني. ما تبقاش عندكم عقده الخواجه كده، وسيبوا الناس المصريين يشتغلوا، عشان ده وقت المصري اللي هيعرف يطلع من اللعيبه دي اعلى كواليتي فيهم ان شاء الله.